سنة 1982، وقت ما كان المجتمع المصري بيعيش أزمة هوية حقيقية ما بين تأثيرات الفترة الناصرية الاشتراكية من جانب، وما بين سياسة الانفتاح الاقتصادي من جانب آخر، وتداعيات كل ده على الطبقة المتوسطة البسيطة. ظهر لنا فيلم سواق الأتوبيس للمخرج عاطف الطيب سنة 1982. الفيلم اللي كتب قصته المخرج محمد خان، وكتب له السيناريست بشير الديك. مش عن حكاية راجل بسيط بيشتغل عشان يعيش، ده فيلم عن الكرامة وعن الإنسان لما بيلاقي نفسه واقف لوحده قدام مجتمع بيتغير بسرعة ومش دايماً في الاتجاه الصح. في وسط زحمة الشوارع اللي اتملت بناس كتير بيجروا طول الوقت ورا أحلامهم، بيظهر لنا حسن سواق الأتوبيس في هيئة النقل العام، راجل شريف ومكافح وجندي سابق قضى عمره في الجيش لحد حرب 73 عشان يدافع عن البلد. عنده بيت وأسرة بسيطة، عايش على قد حاله وبيحاول ياكل لقمته بشرف وأمانة. فجأة بيعرف إن ورشة النجارة بتاعت أبوه مهددة بالحجز عليها، وأبوه معرض بالسجن بسبب ديون قديمة. وهنا بتبدأ أزمته الحقيقية لما بيحاول يستنجد بأخواته البنات وأزواجهم الميسورين، لكن بيرفضوا يساعدوه. وأبوه الراجل الكبير كمان بيمرض بسبب الأزمة دي بعد ما بقى تاريخه وشرفه وكرامته مهددين. أهلاً يا حسن، إزيك يا أهلاً وسهلاً. ازيك يا أم؟ مساء صحتك. الحمد لله. تعال. إزاي هاني؟ كويسين الحمد لله. امال الحاج فين؟ في أوضته من ساعة ما سمع خبر الورشة وهو قافل على نفسه في بيته. حسن يحاول يجري يمين وشمال، لكن يكتشف إن كل واحد مشغول بمصلحته، وفي النهاية بيلاقي نفسه بيحارب لوحده عشان يحافظ على اسم أبوه وكرامته وسمعته، في الوقت اللي أخواته البنات وأجوازهم طمعانين في أرض الورشة عشان قيمتها بقت بالملايين. ما قلتليش بقى يا سيدي، الورشة مساحتها قد إيه؟ وعاوز تعرف مساحة الورشة ليه يا حاج؟ بسأل يعني، أصل بفكر أفتح معرض موبيليا في مصر، والحتة بتاعتكم مش وحشة. قصدك إيه؟ إذا كانت الحكاية كده، أشتري الورشة وأعمل مطرحها عمارة جديدة وتحتها معرض موبيليا. ومين قالك إن إحنا هنبيع الورشة؟ ده اللي بقول يعني، أصل أنا سمعت إن الخلوات عندكم بقت في السما. الدور ده قدمه براعة العظيم نور الشريف في واحد من أهم أدواره على الإطلاق. أداء مليان صدق، غضب مكبوت، وانكسار تدريجي، خلى شخصية حسن تبقى رمز الجيل كامل. حس إن الأرض اللي دافع عنها بدمه وبروحه ورواها بعرقه بتتسحب من تحت رجليه بهدوء وهو مش قادر يعمل حاجة. أما زوجته واللي لعبت دورها الجميلة ميرفت أمين، فكانت بتمثل صوت العقل في أوقات وضغط العمل والحاجة في أوقات تانية أكتر منها. تجسيد حي لحياة متوترة ما بين الرغبة في الاستقرار والخوف من بكرة. راحت فين الأيام دي؟ كان كل اللي بنفكر فيه نعمله. الزمن اتغير يا حسن. الزمن اتغير والناس اتغيرت وما فضلتش حاجة على حالها. عاطف الطيب واحد من أهم مخرجي الواقعية الجديدة في الثمانينيات، اشتغل على الفيلم كأنه شهادة للزمن. صور في البيوت وفي الشوارع وفي الأتوبيسات عشان يرصد فترة حساسة جداً من تاريخ مصر الحديث، فترة ما بعد سياسة الانفتاح واللي غيرت شكل المجتمع وخلت الفجوة تكبر ما بين القيم القديمة اللي اتربى عليها جيل كامل وآمن بيها، وما بين قيم السوق والمصلحة والربح السريع اللي بقى لها الغلبة في كل المعاملات.
وقدامها رخصت كل حاجة كان ليها زمان معنى. سواق الأتوبيس كان صرخة أخيرة ضد التفكك اللي بقى يعاني منه المجتمع، والضغط الرهيب اللي بقت تعاني منه الطبقة المتوسطة، وهي بتواجه حصار خانق من طموحات أكبر من إمكانياتها وضغوط معيشية كل يوم بتزيد. بس الفيلم ما اعتمدش على الخطاب المباشر، لكنه قدم مأساة إنسان بسيط واقف لوحده ضد التيار بواقعية كلها وجع. وده كان سبب اختيار سواق الأتوبيس للمركز الثامن في قائمة أهم 100 فيلم سينمائي مصري، لأنه فيلم عبر بصدق عن مرحلة كاملة من عمر الوطن، مرحلة انتقال من مجتمع متماسك وعنده قيم الأسرة والصداقة والجدعنة والسمعة لمجتمع بيحكمه منطق الربح السريع والعلاقات السطحية والمشي جنب الحيط. الفيلم نجح لأنه بسيط في شكله، عميق في معناه، وإنساني لأقصى درجة، ولأن شخصية حسن مش مجرد سواق على قده، ده مواطن مصري زيه زي ملايين غيره بيحاولوا يتمسكوا بإيمانهم وكرامتهم في زمن بقت فيه الكرامة عبء.